السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكة الحليب او القشطوطة او كيكة تركية. يلا بقى، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في اللي مشتركش في القناة اشترك في القناة. نجيب هنا المقادير. معايا كوبايتين دقيق، حطيت عليهم معلقتين نشا، باكو بيكنج باودر او كيك شيف، ذرة ملح صغيرة، معايا 3 بيضات، 3 بيضات كبار، تكوين فانيليا، كوباية سكر. وهنضرب السكر في البيض لما يفتحها كده خالص. معايا كوباية لبن، نص كوباية زيت، 100 جرام زيت. هضربهم برضو كده على طول ضربة بسيطة. معلقة الخل كبيرة، وهحط بقى الدقيق حاجة حبة بحبة كده المضرب السلك، مضرب اليد. حط بشوية بشوية عشان ايه، محاولش برضه اطلع الهواء، بالراحة كده. اضربها برضو كويس حبة بحبة عشان ايه، انا نخلة الدقيق مرتين برضو قبل ما احطه. معايا صينية فيها معلقة زيت وحاجة بسيطة كده سمنة، عشان السمنة والزيت بيفصلوا الحاجة، ما تيجي تطلعي الحاجة تبقى ايه، فاصلة. فضينا الصينية، فضينا الكيكة، وبخلة الأسنان كده ايه، أو خلة شيش تاجو، هخرمها واحطها على درجة حرارة 180 في الرف التحتاني. واول ما قبل ما اخرجها كده بدقيقة اشغل الشواية، حاجة بسيطة قوي. خرمتها كده بالعصاية، ما فيهاش ايه، استوت. ومعايا 3 كوبايات كوباية لبن او كوبايتين ونص لبن محلياهم، حط لهم 3 معالق سكر. وهنسقي الكيكه واحطها بقى في التلاجة شويه تسقع، قد ساعه ولا ساعتين. هنعمل النهارده، هنعمل مع بعض الكراميل، هنعمل الكراميل مع بعض. معايا كوبايه سكر، 3 معالق ميه، نقلب السكر كده عشان ما يغمقش منك. معايا كوبايه لبن، كوبايه الا ربع لبن، ومعلقه نشا. دلوقتي برضو بقلب في الكراميل، كريم كراميل. معايا معلقه زبده عشان ما تاخدش برضو لون منك وتتمرر، يعني كل ما تقلبيها كويس وكده ما تمررش منك، يا دوب تاخد لون كده وتروح حاطه معلقه النشا في كوبايه اللبن، تقلبتين كده. انا حطيت كوبايه ونص لبن وكوبايه ميه، وحاجه بسيطه كده ملح، يا دوبك كده ايه، بسيطه خالص سنه كده.
قلبنا الكراميل. دلوقتي هنعمل كريم الشانتيه. كريم شانتيه. معايا كوبايه لبن ساقعه متلجه، وكوبايه كريم شانتيه مش سايب، 3 معالق سكر، وهنضربهم. نحط اللبن شويه بشويه عشان ايه، ما ممكن عشان يجمد وكده. ممكن اخد كوبايه الا ربع لبن، بس هي خدت كوبايه، كوبايه وكوبايه. ضربنا كريم شانتيه، حطينا 3 معالق سكر. دلوقتي انا حطيت الصينيه في التلاجة في الفريزر قد ربع ساعه او 10 دقايق، او في التلاجة يعني ساعه ولا ساعتين. وهنحطها على وش القشطوطه الكيكه بتاعتنا. بسوي كده وش الصينيه. نسوي كده السطح من فوق. حطيتها في الفريزر قد نص ساعه. بعد ما سويتها كده حطيتها في الفريزر قد نص ساعه، وسبت المعلقتين دول احطهم على الوش. الكريمه برضو ايه بقى، يعني لو بردت منك وكلكعت وكده، دفيها كده في الميكروويف او في الفرن، او على العين البوتاجاز برضو ايه، زوديها حبه ميه صغيرين وروحي ايه مسخناها بسيط كده، عشان لو جمدت منك وكده. نحط على وش تكون القشطوطه في الفريزر، يعني نطلعها جامده، ما تحطهاش ايه وهي طريه، تكوني مجمداها شويه في الفريزر او في التلاجة عشان الوش ما يسيحش وكده. كريم كراميل هيسيح عليها. كل مرحله تحطيها في الفريزر او في التلاجة. وخففت بقى المعلقتين الكريم شانتيه دول بشويه ميه، واحطها بقى في كيس حلواني، واحطها بقى على الوش كده. بجيب بقى خلة اسنان، واروح واجي كده في القشطوطه. عملنا بقى، خلصنا بقى القشطوطه او كيكه الحليب او كيكه التركيه زي ما انتم شايفين. حطها برضو في الفريزر شويه، يعني قد ربع ساعه كده عشان تجمد. كل ما هقطع بالسكينه همسحها. هنضف السكينه برضو وامسحها، احطها. نقطع القشطوطه. دلوقتي بنطلعها، شايفين طريه ازاي. يلا بقى ما تنسوش تعملوا اللايك.
شايفين؟ تحفة، وطعمها بقى من الاخر. يلا اعملوا لايك بقى واشتركوا في القناة. السلام عليكم.